يا رب. هذا الجيل الذي جاء وصل به الأمر إلى أن أبا هريرة ماشي جنب المسجد النبوي في بستان خلف البقيع، وجد ضوضاء. قال ايه اللي حصل؟ في ايه؟ قالوا والله يا صحابي رسول الله، في جيل التابعين، يا صحابي رسول الله، رجل أعرابي جاء من خارج المدينة لا نعرف نسبه ولا اسمه ولا قبيلته، فربط ناقته خارج بستان، فقطعت الناقة حبلها وعاثت في بستان صاحبنا خرابا، الأشجار على الشجيرات خربت البستان. فجاء صاحب البستان فضرب ناقة الأعرابي فقتلها، فاستيقظ الأعرابي على ناقته تنفق، فأمسك بتلابيب المدني صاحب البستان فلكمه فقضى عليه. ما هو أصبحنا أمام مشكلة، رجل أمام إيه؟ أمام ناقة. أمسكوا عشان يودوا للقاضي. قال الأعرابي دعوني حتى أعود إلى قبيلتي، أوصي وصية لأولادي وأعود إليكم. ضحك الناس، قالوا يا رجل لا نعرفك ولا نعرف لا اسمك ولا يعني قبيلتك ولا من أي مكان جئت، وتقتل صاحبنا وتريد أن تعود. أبو هريرة قال أنا أضمن الرجل. أبو هريرة لا يعرف الرجل ولا يعرف منين ولا فين ولا اسمه. فالتابعين قالوا أبو هريرة صحابي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا خبر، اتركوه. مر شهران، الشهر الثالث جاء أهل القتيل. من الذي ضمن الرجل؟ أبو هريرة. قالوا يا أبا هريرة الرجل لم يأتي، يا أبا هريرة أتضمن من لا تعرف؟ قال أبو هريرة حتى لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالرجل يظهر على الأفق جاي الأعرابي. أول ما وصل قالوا يا رجل نحن كنا لا نعرف اسمك ولا من أي قبيلة، ما الذي جاء بك؟ قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا قد عهدت عهد ولا بد أن إيه؟ أن آتي. فقال أهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هذا الجيل من أين نشأ؟ هل نشأ في مدارس لغات أكسفورد ولا هارفارد، ولا نشأ على حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأريد أن أقول أن عظمة هذا الدين، عظمة هذا الإسلام، في أنه ربى أناس لما تربوا على منهج القرآن